غادي نخوضوا جميع المقابلات، تكونوا على يقين بان غادي نديروا كل شيء وفي العين ديالنا الرايه الوطنيه وتشريف كره القدم الوطنيه. وإلا كان خصنا نموتوا سور لو تيران غادي نموتوا سور لو تيران، الا كان خصنا نسبقوا لو بالون نسبقوا لو بالون، الا كان خصنا نربحوا غادي نربحوا، الا كان خصنا ما نخسروش ما غاديش نخسروا. كان عليا انني ندير لائحه في خضم 48 ساعه. ما كانتش الامور سهله بكل صراحه، لان طحنا في واحد لا سيتوياسيون ما عمرنا كنا كنظنوا بان غادي يمشي 11 لاعب. يمكن كنا كنظنوا يمشي لاعب جوج ثلاثه اربعه، يمكننا نهضاو لاني باش يمشي 11 لاعب زائد جوج لاعبين لا منعوت ولا الشمار. اولا كنشكرك على السؤال ديالك اللي كان فيه عبارات جميله لا ليا ولا الحريمات. حنا اكيد اننا عارفين المسؤوليه الملقاه على العاتق ديالنا، عارفين بان غادي نلعبوا ضد واحد المنتخب اللي كيف ما ذكرتوا منتخب قوي، منتخب مرشح كذلك للظفر بهذه النسخه هذه من شان. احنا بالنسبه لنا الامور واضحه بكل صراحه. الفريق او المنتخب اللي لعبوا ضده غدا فهو منتخب عنده بزاف ديال لي زافونتاج، ولا عندهم واحد المدرب كيف ما ذكرتوا اللي حتى هو هذا مدرب اللي كذلك عنده من التجربه ما يكفي باش لقياده المنتخب ديالو للظفر باللقب. ولكن عندهم لافونتاج الكبير هو انه سنوات عديده هو على راس العارضه ديال المنتخب الانغولي، وهذا كيسمح لهم انهم يكون عندهم ان افونتاج فيما يتعلق اي حاجه، الطريقه كيفاش يبغيو يدافعوا، الطريقه كيفاش يبغيو يهاجموا، وعندهم اون سانكرونيزاسيون، معروفين الجمل التكتيكيه اللي تيبغيو يديروا، الطريقه ديال الدفاع ديالهم، فهذا ان افونتاج كبير بالنسبه لهم. العكس ديالنا حنا يعني كتعرفوا بانه في الاول كان واحد الاتجاه للاعبين ديال مواليد 2000 فما فوق. كنا بدينا العمل ديالنا من شهر 10، وكنا كل شهر كان التطور اللي كان كيكون ملموس وملحوظ وبين الى غايه اخر مقابله قمنا ضد في شهر 6، واللي كنا ما نكذبش عليك وصلنا لواحد لا بيرفيكسيون اللي كبيره بزاف في الطريقه ديال التنظيم الدفاعي ديالنا، التنظيم الهجومي ديالنا، كذلك في الاشياء اللي كنطلبوها من اللاعبين، يعني في الكرات الثابته او في جميع الاشياء اللي كتهم التنشيط الهجومي او الدفاعي، وكنا راضين بواحد الطريقه كبيره يعني. لكن الذهاب ديال واحد النسبه كبيره من اللاعبين للاحتراف، ما يفوق يعني 11 لاعب اضافه لجوج لاعبين اللي كانوا معطوبين وكان خصنا نجيبوهم معنا لهنا ونكملوا، يعني نجعلوهم يستعدوا ويكونوا في استعداد تام خصوصا هنا. فكانت العدد وصل 13 لاعب. 13 لاعب فهو عدد كبير، الشيء اللي جعلنا في لوبليغاسيون اننا نغيروا في اخر لحظه اوروزمون، وباش اننا نقدروا اننا نواكبوا ونمشيو للطموح ديالنا اللي هو بين وواضح، الا وهو الظفر باللقب. لكن ما نخفيش عليك عندي جوج الهواجس. الهاجس الاول اننا ندوزو لا بريمير فاز، والهاجس الثاني من بعد ما ندوزو لا بريمير فاز هو اننا ناخذوا الكاس. يعني عندي جوج الهواجس. الهاجس الاول هو اون باس لو بريمير تور، والهاجس الثاني هو الظفر باللقب، لانه في اسبوع باش تجهز واحد الفريق ماشي امر سهل. الحمد لله كاين واحد التطور كبير، خصوصا بالنسبه للاعبين الجدد اللي جاوا، واللي كنشكرهم الطريقه كيفاش كيتعاملوا، اللي عارفين المسؤوليه، عارفين الوضعيه، عارفين الظرفيه. ولكن عندنا هدف كاملين موحد وصريح وواضح، ندوزو لو بريمير تور ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي كيمر من خلال المقابله ديال الغد، ومن بعد نمشيو للوبجيكتيف الثاني الا وهو الظفر باللقب ان شاء الله. شكرا لك على السؤالين، لا ليا ولا للسي ربيع، سؤالين جيدين. بالنسبه للجواب كنظن على انه الامور راه واضحه وسبق لي وذكرتها ماشي مره ماشي جوج. كره القدم الوطنيه وصلت لواحد المستوى كيف ما ذكرتوا باش ولات كتلعب من اجل الالقاب ولا شيء غير الالقاب. ولات كذلك واحد العقليه في وسط مركز التكوين، المركز محمد السادس لكرة القدم، ولات واحد العقلية تسود فيها فقط الفوز إلى بيرفورمانس. كنظن هذا كيحيني أنني ما نفوتش الفرصة باش نشكر السيد رئيس الجامعة على المجهودات الكبيرة اللي كيقوم بها والظروف الجيدة اللي كيوفرها جوستومون من أجل
أن اللاعب يكون بيرفورمون والمدرب يكون بيرفورمون والمحيط كامل عامة يكون بيرفورمون ونمشيو للقب. حنا أكيد كيف ما ذكرت من قبل، حنا في واحد الظرفية ماشي مريحة، ماشي عادية، لكن هذا ما كيحيدش منا بتاتا الرغبة أو لا ديتيرميناسيون باش أننا نربحوا في المقابلات، وباش أننا نشرفوا كرة القدم المغربية أحسن تشريف، وباش أننا نمشيو لهذا الاتجاه من أجل حصد اللقب. عارفين بأن الأمور ما تكون سهلة، طحنا في واحد المجموعة كذلك اللي محترمة. كنظن من الذكاء وكذلك من الاحترافية أننا نحترم جميع الخصوم، وكل مقابلة نعطيوها الحق ديالها والحجم ديالها، ما نستهنوش بها وما نعطيوهاش أكثر من الحجم ديالها. غادي نخوضوا جميع المقابلات، تكونوا على يقين بأن غادي نديروا كل شيء وفي العين ديالنا الراية الوطنية وتشريف كرة القدم الوطنية. وإلا كان خصنا نموتوا سور لو تيران غادي نموتوا سور لو تيران، إلا كان خصنا نسبقوا لو بالون نسبقوا لو بالون، إلا كان خصنا نربحوا غادي نربحوا، إلا كان خصنا ما نخسروش ما غاديش نخسروا. فنديروا كل شيء باش أننا إن شاء الله ندوزوا كيف ما قلت المجموعة، وهو الهدف الأول والهاجس الأول ديالي. ومن بعد غادي نشوفوا صوب الأعين ديالنا الظفر باللقب إن شاء الله الرحمن الرحيم. بخصوص التوضيح بالنسبة للائحة وأنها خلقت جدل، فحاجة عادية. يمكن لك تفهم أنه كان عليا أنني ندير لائحة في خضم 48 ساعة. ما كانتش الأمور سهلة بكل صراحة، لأن طحنا في واحد لا سيتوياسيون ما عمرنا كنا كنظنوا بأن غادي يمشي 11 لاعب. يمكن كنا كنظنوا يمشي لاعب 2 3 4، يمكننا نهداو، لأني باش يمشي 11 لاعب زائد 2 لاعبين لا منعوت ولا الشماخ اللي كانوا غوتور دو بليسيور، كنظن 13 لاعب، فشيء صعب وصعب كتير. إذن كان علينا أننا طحنا في واحد لوبليغاسيون باش أننا نضيفوا لاعبين آخرين، واللي ما بقيناش محددين في 2000 فما فوق. فهذا كان عليا أنني ندير الاختيار، ولكن ماشي الاختيار، يعني كان عليا أنني نحسن الاختيار، لأن حتى الظرفية كانت هو عادة علينا أننا نحسن الاختيار، لأن واحد بالنسبة للمدرب ليست باش تدار بريباراتيف لواحد المحفل كبير بحال هذا، سواء الشان كوب دافريك كوب دي موند، فكتاخذ المدرب يعني سنة ونصف على الأقل 6 أشهر، أقل ما يمكن يكون هو 3 أشهر. ولكن باش تلقى راسك أنك في 48 ساعة خصك دير الاختيار وتحسن الاختيار. إضافة أن الظرفية كانت صعبة كتير، ففي الاتصالات ديالنا اللي باشرنا على حسب خصك بزاف ديال المعطيات، على حسب لي بوست اللي محتاج لهم، على حسب فين كاين الخصاص، على حسب اللاعبين واش جاهزين واش ما جاهزين. كانوا لاعبين اللي بداو التدريب ب3 أسابيع، كان اللي كانوا مازال ما بداوش بتاتا، كانوا لاعبين اللي بداو غير بأسبوع، كان لاعبين اللي بداو ب3 أيام. فكانت بزاف ديال المعطيات اللي صعب فيها انه يعني يتدار الاختيار، فما بالك بانه يتحسن الاختيار. كنظن اننا درنا واحد المجهودات جباره باش اننا نتوفقوا في الاختيارات ديالنا، والحمد لله. يعني كنظن بان في هذه الظروف احسن ما يمكن يكون هما اللاعبين اللي كاينين الحين. وان شاء الله كان واحد السؤال من قبل كيهضر على التحدي. حنا حقيقه كنشوفوا هاد لا سيتوياسيون هذه تحدي لينا باش اننا نكروزيو في لي كومبيتونس ديالنا، ونكروزيو في التفاني ديالنا في العمل، ونكروزيو كذلك في مدى الحب ديالنا للوطن ديالنا باش نشرفوا احسن تشريف. رغم الظروف حنا مستعدين باش اننا نتغلبوا عليها ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونفرحوا الشعب المغربي ان شاء الله. Pour la gagner une 3e fois, mais d'abord, vu la situation, j'insiste là-dessus, on est focalisé, on est déterminé, on est concentré d'abord avec modestie de passer le premier tour, vu la situation. Ça, c'est notre premier objectif. Et après, on va passer pour le 2e objectif, c'est remporter la coupe, Inch'Allah.